جدا. يقدر مريض الروماتويد انه يتجوز او مريضة الروماتويد انها تنجب؟ هل في اي اضرار، خاصة ان في جزء من العلاج لو الحالة متطورة قد يدخل فيه الاشعاع؟ شوفي، مريضة الروماتويد ده مرض مزمن، يعني بيقعد معانا سنين. فالمريضة ساعات بتجيلي وهي بنت لسه ما اتخطبتش، وتجيلي بعد كده وهي مخطوبة، وتجيلي بعد كده وهي هتتجوز الشهر الجاي، وتجيلي بعد كده وهي متجوزة، وهي حامل، وهي بترضع. كل ده بيحتاج متابعة. مريضة الروماتويد بتتجوز عادي جدا، خلاص، لكن لازم تكون ماشية على الدواء اللي يحافظ على مفاصلها عشان تبقى ماشية طبيعي خالص. طول ما انت ماشية على علاج الروماتويد فانت انسانة طبيعية بالدواء. لكن مشكلتنا الاساسية ان اغلب الادوية اللي بنعالج بها الروماتويد هي ادوية تتعارض مع الحمل. اذا انت تقدري تتجوزي عادي جدا، بس قبل ما تتجوزي هنعمل لك خطة معينة عشان نبدل الادوية دي بادوية بأدوية تانية تانية. تتناسب مع الحمل، تقومي تقدري تحملي بيها. تيجي بقى في فترة الحمل بنمشي على الأدوية المتناسبة مع الحمل، فترة الرضاعة بنمشي مع الأدوية المتناسبة مع الرضاعة. إنما ما ينفعش تاخد الدواء النهاردة وتحمل وتيجي بكرة بكرة ده طبعا. تبعت لي رسالة اه. تقول لي أنا خدت العلاج النهاردة والنهاردة حامل. لا طبعا. فده لازم خطة متكاملة. كل مريضة روماتويد لازم تبقى عارفة إنها ما تقدرش تحمل إلا لما نكون مظبطين الدواء مع بعض. كويس جدا.